الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد الأمين على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا زال الدجال صاحب قناة الساحر التائب يستثمر في غباء من لا عقل له. من ذلك نزل فيديو يقول فيه 5 أشخاص يستحيل أن تسحرهم أو أن تحسدهم، أو كما قال: بالله عليكم أين عقولكم؟ بالله عليكم أين أفهامكم ألبابكم؟ أأنتم أصحاب النهى أو الأحلام، أم أصحاب العقول الضيقة والقلوب المريضة؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم هو أتقى الأتقياء؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعبد العابدين؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق وأعظم الخلق وأكمل الخلق وأجمل الخلق وأعبد الخلق؟ فكيف أصيب بالسحر؟ إن كان هذا الدجال المحتال الذي يضحك على وجوه حمقى وخرقى يقول 5 أشخاص يستحيل، مستحيل أن يقع عليهم السحر، مستحيل أن يقع عليهم الحسد، فلما وقع السحر على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلما أصيبت زوجتي الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها بالسحر؟ فكيف أصيب أفضل الخلق بعد الرسل وهم الصحابة بالعين والحسد والسحر؟ أين عقولكم؟ 5 أشخاص يستحيل، وراح يهدي بما لا يدري ويقول ما في جعبته من خبث وكذب، لأنه يعلم علم اليقين أن الأوشاب والأوباش التي تشاهدها وتشارك في قناته لا عقل لهم، لا عقل لهم. أجيبوني، إن كان هؤلاء 5 الذي ذكرهم هذا الدجال الخبيث لن يصيبهم السحر ولن يصيبهم الحسد ولن يلج أجسادهم الجن، فكيف أصيب الرسول صلى الله عليه وسلم بالسحر؟ كيف 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 كيف؟ ألا تبا وسحقا على من صدق هذا الدجال المحتال الخبيث الأخبث الذي يصدق ويؤمن بخرافة الإنسان الزهوري والتابعة والطاقة، خرافة الطاقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.